ومن أخطر مؤشرات نقص الإيمان عدم اهتمام الإنسان بصلاة الفجر خاصة. إذا كانت صلاة الفجر بجوار سريرك ولا تصلي إلا مرة أو مرتين في الأسبوع، و5 مرات تصليها في بيتك، وصلاة الفجر تغيب، ولو كنت تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء جماعة، إذا تركت وفاتتك وثقلت عليك صلاة الفجر فهذا دليل على ضعف إيمانك. مهما تقول ومهما تبرر، فإن الذي لا يقوم للوقوف بين يدي الله ويشهد قرآن الفجر الذي قال الله عنه: إن قرآن الفجر كان مشهودا، ويصبح في ذمة الله الذي قال الحبيب عنه: من صلى الفجر جماعة فهو في ذمة الله، أو من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. إذا ما حرص، ترى بعضنا جيد في الصلوات كلها إلا عذروبه الفجر، هذا العذروب دليل على أن الإيمان في قلبك ناقص. نعم ناقص، سواء أقررت أم لم تقر. لو أن الله في قلبك عظيم لاستيقظت. ما أقدر أقوم، ليه استيقظت للوظيفة؟ الله يجزاك خير. لماذا استيقظت للدوام؟ لماذا استيقظ الطالب لمدرسته؟ لماذا استيقظت للسفر على الخطوط السعودية؟ لماذا استيقظت لموعد مع زملائك ولم تستيقظ لله؟ معنى ذلك أنك تؤثر الدنيا على الأخرى، وتحب الفانية على الباقية وتقدمها. ولذلك من أخطر مؤشرات نقص الإيمان في قلوب البعض هو أيها الأحباب هو أداء صلاة الفجر. أي أنت تركت صلاة الفجر، تحب النوم. اسمع الحديث. رأى الحبيب في الرؤيا المشهورة أن ملكا قائم بصخرة عظيمة ورجل ممدد، فإذا هو يرضخ رأس هذا النائم فتنفجر رأسه وتسيل دماؤه وتتدهده الحجر، تبعد من قوة الضربة، تبعد هناك، فيذهب الملك لإحضاء الحجر، ثم يعود فيعيد الله رأس صاحب هذا الرأس المثلوغ، يثلغ رأسه، فإذا هو يثلغ شغال في جهنم عياذا بالله يثلغ رأسه. من هذا يا جبريل؟ قال: هذا الذي يأخذ القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة. ليه نستيقظ للدوام ولا نستيقظ للفجر؟